السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم صليو على النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو غريبيه الكاوكاو. دوك نروح على بركه الله لطريقه التحضير. عندنا كيلة تاع السمن دايبه بدرجه حراره المطبخ، ما لازمش تضيفيها وهي سخونه. عندنا رشه تاع ملح لتعديل الذوق. عندنا كيلة تاع سكر كلاصي ناقصه بصبع. نخلط المكونات هذه كامل بالباتور حتى يولي القوام كريمي. شوفوا زيمه ويكون ابيض. هاو القوام اللي تحصلنا عليه تاع الخليط. عندنا 3 كيلات كاوكاو ناقصين بصبع، يكون محمص به بقشورو ومرحي. نخلط المكونات هذه كامل مع بعضها حتى تمتزج. نضيفوا الفرينه بالتدريج. الفرينه هنايا على حساب الحاجه. الغريبيه هذه ما لازمش تجي جاريه، لازم تجي ناشفه، وعلى حساب النوعيه تاع الفرينه. عينك هي ميزانك في الفرينه. تحطي تضيفي حتى يكون الخليط يكون كامل شويه يابس. ملاحظه البنات هنا لكان ما قدرتيش تعرفي الخليط تاعك لا كان الغريبيه صالحه ولا لا، كملي نشفي مليح وطبعي وحطي طيبي حبه وشوفيها لا كان نزلت مخصوصه فرينه ولا كان الحبه بقات محافظه على الشكل تاعها، هنايا الغريبيه تاعك تكون صالحه. نضيف الفرينه ونجمع من الاحسن بيديا. هنا مازالت مخصوصه فرينه، ما حبيتش نكوبي الفيديو، قلت لازم المراحل كامل نديروها. نفرخها هنايا في ان بول يكون كبير. نزيد نضيف الفرينه. المرحله هذه مهمه البنات. شوفوا زي ما هنا نحاولوا نضيفوا بالتدريج. هنا بدات القوام هذا نتحصلوا عليه. شوفوا هنايا المرحله هذه عفوا الاخيره لازمك تحكي بين يديك. شوفوا زي ما لازم تحكي بين يديك. هنا ماهيش مخصوصه فرينه. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه تاع العجينه. نحطوها في بابي فيل ونبداو نخدموا. نحلوها على سمك يكون شويه عالي كما هو موضح. نجيبوا الحلال. هنا الحلال دور الحلال باش نحي لي تراس هذوك تاع يديا باش تجي ملساء. شوفوا السمك كيفاه يكون عالي. نجيبوا اي مول او طابع. هنا راح نديروها هليلات. شوفوا زي ما نديرهم كامل بنفس الطريقه. نجمع العجين ونزيد نشكل هليلات كما هو موضح. شوفوا زي ما نزيد نجمع العجين. هنا لازم ديروهم قد بعضهم. كيما تقدري يكون عندك طابع تاع شكل هلال تقدري تستعمليه. شوفوا زي ما نروحوا للمرحله المواليه. هنا بعد ما كملنا الهليلات هادو نجيبوا الماء. كيما تقدري تستعملي بياض بيضه، انا فضلت هنا ندير بالماء. ندهن السطح تاع الهليلات بالماء ونجيب الكاوكاو يكون محمص وخشين. هنا لازم الكاوكاو يكون خشين. ونحط هنا التزيين. كيما تقدري
كما تقدري تستغناي على العمليه هذه ديريها بابسط طريقه. ما تضيفيش الكاوكاو. انا هنا فضلت نديرها بالكاوكاو. تزيين البنات اختياري. تقدري ديريها بالكاوكاو كما تقدري ديريها سامبل. شوفوا زي ما نكملها كامل ونحطها في البلاطو. نزيد ندهن بالماء وندردر الكاوكاو من الفوق. تقدري ديري بيستاش، تقدري ديري المكسرات هنا تقدري ديري كيما تحبي. انا هنا درتها بابسط طريقه بالفول السوداني. نكملهم كامل. شوفوا زي ما نروحوا للتشكيل النوعيه اخرى تاع بورت بياس اخر. تحبوا توزنوا هنايا الكويرات كما تقدروا ديروا عينك هي ميزان. كان هنا ما وزنتش. نجيب هذا الشكل الدائري، نحط المول ونزيد نحط الغريبيه في الوسط، والمول هذا نحطه في الفارينه باش ما يلصقليش. شوفوا زي ما تقدري ديري اي مول عندك. نزيد ندير كويره اخرى. نحط البورت بياس هذا ونطبع كل 3 حبات 4. دخليه في هذا الطابع تاعك في الفارينه باش ما يلصقلكش. كما تقدري تغسليه، هي من الافضل ديريه في الفارينه. نزيد نشكل كويره اخرى ونطبع حتى نكملوا الكميه كامل. نكملهم ومن بعد نرجع نعتهم لكم. هاي الغربيه تاعنا نحطوها في الفور على 160 درجه مده الطهي حوالي واحد 10 دقائق ل 15 دقيقه. نحطوها طيب ومن بعد نرجعوا ونكملوا. هاي الغربيه بعد ما طابت دوكا نخليها تبرد ومن بعد نرجعوا نتلاقاو في صحن التقديم. هاي غريبية الكاوكاو واجدة في صحن التقديم. هنا زينتها بالورد، هشوش الورد، ودرت لها فايدور تزيين اختياري. شوفوا زي ما جات روعة. نتمنى تجربوها، ولا عجبكم الفيديو هذا تاع نهار اليوم ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في وصفة اخرى.